السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما. النهاردة بقى جايبة لكم طريقة سهلة جدا لتحضير المخروطة باللبن زي ما انتم شايفينها كده. طبعا انا ما عنديش المكنة اللي بعمل فيها المخروطة، فبشتريها هنا من مصدر موثوق بيه، يعني من اكل بيتي، معروفة يعني، فباخد منها الكمية اللي انا محتاجاها، بطلبها منها قبلها يعني بفترة. وهنا زي ما انتم شايفين كده، هنا بفصل الشتاء طبعا بنحب ناكل حاجة حلوة أو مثلا حاجة تدفينا، خصوصا بيبقى عليات الوجبات اللي احنا بنحب ناكلها بتبقى داخلها زي لبن أو حاجات من ديك في الشتاء. فأنا بحب أعمل حاجة يعني ايه على الفطار أو بالليل بالشكل دوت، لو مش حابين إن هما يتعشوا، فبعمل لهم حاجات زي ديك، يعني مثلا مخروطة باللبن أو بليلة باللبن. هنا زي ما انتم شايفين كده، هنا جبت السمنة وبضيف عليها المخروطة طبعا بالكميات اللي انتوا عاوزين تحضروها، وبتقلبيها بالسمنة بالشكل دوت. طبعا انا هنا مرضيش احط فيها سكر، واكتفيت ان انا بحضر المخروطة، وبعدين بروح عاملاها بضيف يعني السكر فيه في قلب اللبن، يدوبت ان هو يتحلى علشان ما يدينيش ان هو ميبقاش مسكر بزيادة عن اللزوم. زي ما انتم شايفين كده بفرغ المخروطة هنا بقلب السمنة، وبقلبها كده لحد ما تدبل وتشرب السمنة. زي ما انتم شايفينها كده، بفضل اقلب بيها لحد لما تضطر معايا وتكون شربت السمنة اهي بالشكل دوت. لو حابين بقى ان انتوا تاكلوها زي الكنافة اللي هي البلدي بتاعت رمضان، فبتقلبوها بالشكل ده برضو بالسمنة اكنها كنافة، وبتضيفي لها السكر معاه، ولو عندك مكسرات بتضيفي لها. طبعا هنا انا كنت هعملها باللبن. هنا غليت اللبن بالشكل دوت وببدأ معاكم ان انا احضره. طبعا ده كان فطار كده خفيف، فحبيت ان انا احضره على الصبح يعني، بحيث اني كان بدري في الوقت دوت او بالشكل ده. بحضر معاكم هنا الاطباق وبضيف فيه آه، المحتوى اللي انا عاملاه اللي هو المخروطة بالشكل دوت. وبعدين بجيب اللبن وبحليه، وبحط بكل طبق شوية على قد الكمية الفرد اللي هياكلها. طبعا لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش بقى تدوسوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي بالتعليقات كومنت جميل منكم، تشجيع منكم، عشان استمر معاكم واقدم لكم محتوى جديد وهادف. طبعا ده حاجة بسيطة جدا، مجرد ان هي تحلية او فطار خفيف. فحبيت ان انا برضو ايه اقترح عليكم الفكرة دي، بتبقى مسلية وجميلة جدا بفصل الشتاء، خصوصا للاطفال، ومغذية. او لو عندك مثلا اطفال بيمتحنوا، دي برضو وجبة مشبعة وخفيفة، وبتشجعهم انهم ياكلوا حاجة كويسة وتدفيهم، وبنفس الوقت متحلية باللبن. ما تنساش بقى تدوسوا لايك واشتراك من عندك، فضلا وليس امرا. هنا زي ما انتم شايفينها كده، بضيف هنا بقى اللبن بعد ما حليته هنا بالسكر او بالشكل ده على كل طبق كده بالكمية المناسبة ليه. قولوا لي بقى لو انتوا بتحبوها بالمكسرات او سادة او بالشكل ده. طبعا انا ممكن لو في مثلا بليلة فبضيف عليها بليلة او مكسرات حسب الكميات اللي هي موجودة عندي او الاصناف اللي موجودة عندي. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.